لكل مجتهد نصيب، مقولة تنطبق على المنتخب الأسباني. منتخب أسبانيا يفوز باليورو عام 24 والمرة الرابعة في تاريخها. اهلا بكم حلقة جديدة وحلقة أخيرة لليورو. خلاص اليورو ينتهي، يورو 2024 في ألمانيا ينتهي بفوز المنتخب الأسباني بالبطولة وخسارة المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي نتيجة 2-1 عشان يفضل المنتخب الإنجليزي بدون أي بطولة يورو، فقط كأس عالم وحيد. معاناة هاري كين، فرحة المنتخب الأسباني، حزن المنتخب الإنجليزي. بنسبة قد تكون 70% من سكان العالم كانوا بيشجعوا المنتخب الأسباني. منتخب أسبانيا كان يستحق هذه البطولة عن جدارة، أدى أداء مش أحلى من كده، كورة وأداء رائع. لكن كلام قلته في الحلقة اللي فاتت حصل في الماتش، فهنراجع ونشوف الأحداث ونحلل الماتش سوا، فيلا بينا. هذه الحلقة برعاية ورجعنا من جديد. طبعا الماتش اللي كان رائع، ماتش طبعا في الشوط الاول، اول مثلا تلت ساعه منتخب انجليزي، كرة انجليزيه بحت. وزي ما قلت المنتخب الانجليزي عشان يبان قوي قدام اسبانيا لازم تفضل الكرة معاه. قدر يعمل كده لمده تلت ساعه في الشوط الاول او نص ساعه كمان، الكرة تفضل معاه، يفضل هو اللي يستحوذ ويعمل لحد ما جه اخر ربع ساعه بدا المنتخب الاسباني ينتفض. بدا اخر ربع ساعه المنتخب الاسباني اكتر يلمس كوره. والحاجه المهمه اللي عايز اتكلم عليها وهي تشكيل المنتخب الانجليزي. منتخب انجلترا لعب المباراة دي ب4 في الدفاع. تريبيه اللي بيلعب من اول البطولة جه في ماتش النهائي طلعه ونزل لوك شو. اعتقد ده نفس السيناريو اللي حصل يورو 2020، كان في حد بيلعبه برضه هو مكان طول البطولة وجا في الاخر ولعب لوك شو. قلت الحلقة اللي فاتت للناس اللي شافتها ان ساوث جيت لو عايز يكسب وعايز يلعب كورة ويحاول يمسك كورة لازم يلعب ب4 دفاع مش 3. لازم تريبيه يبقى يا ورا يا اما يبدله. فعلا شال تريبيه وحط لوك شو وبقى بيلعب ب4. لوك شو وجيهي وستونز وكاي ووكر، وقدامهم في النص كان ديكلان رايس كان بيبقى في الغالب متطرف وكان بيبقى ليه ادوار هجوميه. فراغ في نص الملعب غير ده وخلى ديكلان رايس في النص. هنتكلم عليه قدام لان ديكلان رايس برضو اللي توقعته حصل. لعب ب4 في الدفاع، قدامهم ديكلان رايس، جنبهم ماينو وفودن وساكا وبيلينجهام، وقدامهم خالص هاري كين. طبعا الكرة كانت معاهم في الاول، تسديدات خطيره وكور خطيره وكل حاجه، باين الضغط العالي اللي بيعملوه على المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني عانى شويه في الاول بسبب الضغط المتواصل. اللعيبه الاسبانيه الضغط العالي عليها بيسبب لها مساحات وبيبقى فيه لعبكه بتحصل في الدفاع وعشوائيه في اللعب لما بيبقى عليهم ضغط عالي اوفر. وده اللي المنتخب الانجليزي حاول يعمله، حاول يمسك الكوره على قد ما يقدر لكنه ما قدرش عشان يسترجعها الاسبان ويعملوا اخر ربع ساعه جامدين جدا عشان تبان بشاير المنتخب الاسباني. يبتدي فعلا المنتخب الاسباني يدخل في الماتش، يبتدي يبان المنتخب الاسباني ان هو هيدخل في الجيم عشان يجي الشوط الثاني على طول وما نكملش دقيقه ونلاقي هدف رائع من اسيست من لامين يامال لويليامز عشان يسجل الهدف الاول في النهائي. كوره ساحره جميله بغلطه وسهوه من الدفاع الانجليزي، ودي كنت قلتها مرارا وتكرارا. المنتخب الانجليزي عنده مساحات رهيبه، فدانات ارض يزرعوا فيها ويحصدوا المحصول، فدان ارض يزرع ويحصد فيه محصول وهو مطمن. موضوع صعب، مساحات رهيبه. ديكلان رايس مش رابط نهائي بين جيهي وستونز. ديكلان رايس تحسه كانه بيلعب لوحده في حته تانية. بغض النظر في حاجه غلط، في ميس اندرستاند عند ديكلان رايس. شويه يبقى واقف بين المدافعين، شويه ياخد الكوره ويجري قدام يفتكر نفسه هو هاري كين، هجمه مرتده جايه عليك، لوك شو وجيهي بيحاولوا يقفلوا على لامين يامال وستونز بيحاول يضم. فالبديهي كايل ووكر قدام مش هيرجع، فالبديهي ان ديكلان رايس يضم هو الناحيه دي عشان يقفل الزاويه، لا يقوم داخل معاهم هما كمان في النص فيقوم واخد معاه ستونز، فتلاقي بحر من المساحات. طبعا الفارو موراتا جه من ورا فستونز راح معاه فتبقى ديكلان رايس، قام ديكلان رايس داخل معاهم، بقى في مساحه رهيبه. يعني كان ممكن يشرب شيشه وهو قاعد. مساحه كانت رهيبه والكره تروح له علشان بعدها ووكر يبقى راجع عشان يشوط الكوره، لكن الكوره تدخل في المرمى. كوره انا حاسس ان بيكفورد يعني لو كان نط بدري كانت ممكن تتصد لانها معديه من جنب بيكفورد، لكن اللي حصل وان الكوره جت جون. طبعا فرحه يعني عمت الشوارع الاسبانيه وشوارع مصر، يعني القهوه كانت مليانه، الناس كلها بتشجع اسبانيا، ما كانش في واحد غير انجلترا وطردوه من القهوه عشان بعدها المنتخب الاسباني يفرض سيطرته بنسبه كبيره على الماتش. هو المسيطر، هو المتحكم في اللقاء.
اهداف وكور رائعه لحد ما يجي التبديل الذهبي، التبديل اللي قلت برضو عليه انه مهم ولازم يحصل، وهو كول بالمر ينزل بدري شويه، ينزل على الدقيقه 70 علشان بعد نزوله ب3 دقائق بالظبط يسجل الهدف التعادل، هدف خرافي باسيست من بيلينغهام. وبما ان جبنا سيره بيلينغهام، فبيلينغهام مفيش طبعا اداء اروع واحلى من كده يعني. لولا ان هاري كين بيلعب مع انجلترا، ولولا ان اسبانيا في البطوله دي فعلا حلوه، كنت هبقى عايز انجلترا تاخدها، لان بيلينغهام فعلا موسم رائع، موسم خرافي لبيلينغهام، موسم كفايه ماتش النهائي الكوره اللي لبس كارفاخال واولمو في بعض، في كوره تانية لبس رودري ولابورتا في بعض. لا لعيب عنده احساس بالملعب رهيب، استلم الكرة وسط 4 من اللعيبه، لبس كارفاخال واولمو في بعض، واما مرقص واحد اتبقى واحد سابه وقام راح شاط الكوره، لكن الكوره طبعا ما جاتش وطلعت بره. الكوره برده غلط كارفاخال وده الكوره علشان تتشاط برده ضاعت. بيلينغهام مفتاح سحري تقريبا. بيلينغهام وبالمر الاثنين في انجلترا اللي كانوا كويسين، او الاثنين اللي في انجلترا كانوا ظاهرين طول الماتش، يستلم وسط 4 و3 ويعدي ويروح ويشوط، علشان تيجي كوره ساكا اللي كان مختفي طول المباراه علشان يبازي الكوره لبيلينغهام، وبيلينغهام يريح الكوره لبالمر، وبالمر من بره ال 18 يشوط كوره صاروخيه ما تتصدش عشان تسكن الشباك. كول بالمر اللي لعيب لو كان بدأ اساسي كان هيفرق، او كان نزل بدري 10 دقائق كمان كانت هتفرق كتير جدا لصالح المنتخب الانجليزي. بالمر اللي نزل عمل قلق. بالمر من بعد نزوله المنتخب الانجليزي فاق، المنتخب الانجليزي استرجع قوته مع وجود حد شبه بالمر. خروج هاري كين وجود واتكنز ما ظهرش، لكن الفكره بشكل عام هاري كين ده خرج لانه ما كانش ليه لازمه. معاك بيلينغهام ومعاك بالمر وواحد شبه واتكنز لسه شاب وعايز يدوس، ومعاك ساكا اللي ابتدى يدخل في الجيم واحده واحده، فالمنتخب الانجليزي ابتدى يظبط اداؤه شويه، المنتخب الانجليزي ابتدى يظهر مع نزول بالمر والتبديلات اللي كل معروفه. ساوث جيت على الدقيقه 70 3 تبديلات بينزلوا عشان تكون السيطره انجليزيه، والانجليزي يعملوا شوط رائع كور والماتش يبتدي يحلو خصوصا بعد التعادل. والكوره اللي داني اولمو يشيلها من عن خط المرمى بدماغه، ينسى ان هو لعيب هجومي ويبقى مدافع وينطح الكوره بدماغه بعد ما اتشاطت 3 مرات. اول مره يوناي سيمون صدها، تاني مره داني اولمو، والتالت مره الكوره ضاعت بره، لكن المره التانيه هي كانت الاهم علشان بعدها بعدة دقائق بسيطه وسط هرجله من المنتخب الانجليزي يروح المنتخب الاسباني بهجمه 2 على تقريبا كانوا 5 أو 4 من الدفاع الانجليزي. كرة تتباظى لكوكوريلا عشان يعمل ثرو باص خرافي، اورزابال عشان يتزحلق ويشوطها وتدخل في مرمى بيكفورد. بعدها المنتخب الانجليزي يتجن وكله يبقى بيلعب قدام، لكن خلاص كان الامل مات بعد هدف قاتل من اويرزابال، واسبانيا تكتب التاريخ وتكسب البطوله بعد 12 سنه من اخر بطوله اخدوها اللي هي بتاعه 2012 عشان يبقوا معاهم 4 بطولات يورو. منتخب اسبانيا اللي كان سيء في بعض اللقطات لكن قدر يظبط احواله. المنتخب الانجليزي اللي حاول يمسك كوره على قد ما يقدر عشان ما يبينش العجز الدفاعي اللي عنده، العجز الموجود عنده، لكن ما قدرش يعمل كده. ديكلان رايس اللي الناس مش واخده بالها منه، لكن ديكلان رايس اسباب من مشاكل انجلترا الدفاعيه ليها علاقه بديكلان رايس. مش بقلل من ديكلان رايس لعب حلو مع ارسنال، لكن الضغط المحطوط عليه في المنتخب الانجليزي كبير. ديكلان رايس مش قادر يجاري، او مش عارف يعني الخلل منه ولا الخلل من المدرب ولا من المدافعين، في خلل في المنظومه الانجليزيه كامله. 2-1 اسبانيا انجلترا، مبروك للاسبان. وعلى الناحيه الثانيه خبر سريع يمكن يهم حد، كوبا امريكا، ارجنتين تكسب الكوبا، ميسي يكسب البطوله الثانيه دي، كولومبيا تخسر. كولومبيا كانت تستحق الصراحه الفوز لكن تخسر هذه المباراة بعد ما الماتش اتأجل ساعتين وهجوم وناس دخلت وحصل قبض على ناس كتير في انتظار المباراة النهائية بينهم من سيكون صاحب اللقب، اسبان ام ارجنتين. وفي النهاية سلام.